السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم فيديو جديد، وللي بيحب يتفسح كده ويتنزه كده في المنتزه ده، المنتزه بتاع الملك فاروق. طبعا كلنا عارفينه منتزه الاسكندرية. زي ما انتم شايفين كده، المنتزه ده بيبقى بعد المنظرة بشوية كده بسيطة، ممكن تاخديها من المنظرة مشي. انا عن نفسي اخدتها كده، مفيش 5 دقايق ما بين المنظرة وما بين المنتزه. هتمشيها كده وتوصلي، وده من اول ما دخلنا من باب المنتزه. طبعا اسف عن الصورة ان هي بتتحرك، لان انا بصور لكم كده وانا ماشية جوه المنتزه. ودي زي الاستراحة كده زي ما انتم شايفين. طبعا المنتزه فيه حاجات حلوة كتير واماكن حلوة كتير، والمكان كبير، عشان كده عملوا له عربيات زي عربيات الجولف كده لو انت حابة تركبيها. سعر التذكرة ب25 جنيه للفرد، وطبعا سعر تذكرة دخول المنتزه ب50 جنيه للفرد. فطبعا لو انت حابة تركبي العربية بتاعة الجولف دي، والعربية دي توصلك لآخر المنتزه، توصلك لشط المنتزه، تمشيكي كده لآخر المنتزه براحتك. بس انا حبيت ان احنا نتمشى كده على رجلينا ونريح في كل مكان شوية ونتبسط طبعا. وده القصر بتاع الملك فاروق زي ما انتم شايفين كده، لسه ما وصلناش لحد عنده. هتلاقيه الناحية دي فيه استراحة، والناحية التانية قصادها القصر طبعا. وطبعا اللي هيتمشى لقدام كده زي ما انتم شايفين، العربية متجهة الناحية التانية، هيوصل للشط بتاع المنتزه. طبعا زي ما انتم شايفين عربيات كتيرة بتوصل للي عايز، مثلا ممكن تكون حد كبير في السن مش قادر يتمشى، حد تعبان عايز يوصل لآخر المنتزه يتفسح كده جوه العربية، ممكن نركب فيها. بس انا حبيت كده ان انا اخد حبة تسالي، حبة سندوتشات، حبة عصاير، حاجة ساقعة، والمية بتاعتنا، ونرتاح كده ونقزقز لنا شوية لب طبعا. اهم حاجه نحافظ على نظافه المنتزه. زي ما انتم شايفين المنتزه بعد ما جددوه نضيف جدا. السنه اللي عدت كانت الارض دي عباره عن رمله، وكانت لسه ما خلصتش. فطبعا اللي حابب يتصور عند القصر هنا بيبقى الصراحه الصور بتاعته بتبقى خطيره. ولو تفتكروا المنطقه دي اتصور فيها فيلم بتاع محمد هنيدي وغادة عادل. مش فاكره اسم الفيلم ايه، بس طبعا اللي راح المنتزه هيعرف المنطقه دي هي اللي اتصور فيها الفيلم. زي ما انتم شايفين كده ادي القصر كده الناحية التانية. احنا اتمشينا، انا بحاول اصور لكم على قدر المستطاع عشان تاخدوا كده فكرة معايا. للي حابب يقضي يوم جوه المنتزه طبعا انصحك كده تاخديه اليوم من اوله، عشان المنتزه طبعا طويل وكبير. ممكن تاخدي الاكل بتاعك سواء فطار سواء غدا، وتقعدي تقضي الليل. احنا قعدنا كده من بعد العصر طبعا عشان الشمس ما تبقاش حامية عليكي، ولا تبقى كده تاخدي ضربات شمس. فاحنا اخدناها كده بعد العصر، ورحنا طبعا وحضرنا الغروب. ده المكان ده لسه طبعا على الشط، لسه طبعا في شوية توضيبات. انا مش عارفة الظاهر هيعملوا كده قعدة، او هيعملوه مطعم، او هيعملوه كافيه. مش عارفة لحد دلوقتي لسه مش ظاهر المكان ده هيتعمل ايه. فطبعا ممنوع ان انت تدخلي فيه او تتصوري جواه. انا صورته لكم كده من بره. وطبعا الشط زي ما انتم شايفين، من كام سنة كده كنا بنروح نقعد، بيبقى في كراسي هنا على الشط في المنطقة دي عند البحر كده. كانت التذكرة من كام سنة على الشط بحوالي 50 جنيه أو حاجة كده، وتذكرة الدخول كانت ب20، مش فاكرة الصراحة. بس دلوقتي تذكرة دخول المنتزه بقت ب50 لوحدها. فأكيد الشط دلوقتي هيبقى أغلى بعد التعديلات طبعا. وكان في كباين هنا زي نظام شاليهات كده قديمة، برضو كل ده اتغير واتشال وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فزي ما انتم شايفين كده حبيت اصور لكم شكل السحابة وشكل غروب الشمس وشكل البحر. الصراحة كان جو خطير وشوية هوا كده حلوين قوي. طبعا وبالنسبة لسعر التذكرة يعني سعرها معقول ان انت هتقضي اليوم كامل جوه المنتزه طبعا، وتتجولي كده ما بين الاشجار، وما بين ان انت تقعدي شوية على الشط، وما بين ان في كافيه جوه. طبعا اللي حابب ان هو يدخل يشرب حاجة ساقعة او ياكل جوه الكافيه. بس احنا كنا واخدين الاكل بتاعنا طبعا وعاملين حسابنا على كل حاجة. فحبيت ان انا اصور لكم كده شكل الغروب وشكل الموجة. الصراحة شكلها خطير. وطبعا عارفين ان المنتزه ده احنا كذا فيلم اتصور جواه من كتر حلاوته، وطبعا وحلو اكتر بعد التجديدات. الحاجة اللي احنا ما كناش عارفينها ولا شايفينها قبل كده هي البحر.
البحيرة اللي بقول لكم عليها. الصراحة اتفاجئت لما شفتها، بحيرة شكلها جميل جدا، ان شاء الله تشوفوها معايا كده في اخر الفيديو. بس حبيت ان انتوا تستمتعوا كده بشكل الغروب معايا وشكل البحر والموجة كده وهي طالعة على البحر. الصراحة أنا لما نزلت الشط ده زمان كانت جميل، وكان في مكان ان انت تغيري فيه الملابس براحتك. فطبعا زي ما انتم شايفين كده، لو طلعتي من المنتزه هتلاقي فتح الله قدام المنتزه. ان شاء الله كده هعمل لكم جولة عند فتح الله، عنده شوية حاجات خطيرة هصورها لكم كده ان شاء الله. طبعا للمتابعين اللي حابين يشتروا هدايا، يشتروا اي حاجات كده ناقصاهم، انصحكم بفتح الله. عنده الفرع اللي عند المنتزه ده عنده حاجات خطيرة وتخفيضات خطيرة. فهسيبكم كده قدام البحر شوية لحد ما نتمشى ونشوف البحيرة اللي انا قلتلكم عليها دي. البحيرة دي ما كانتش موجودة السنة اللي عدت. احنا قعدنا هنا شوية كده على الشط والأطفال كانت بتلعب. طبعا احنا كده بنبص على البحر، وفي ظهرك كده الجنينة للأطفال اللي حابة تلعب. الأطفال كانوا جايبين كرة معاهم، ولو عندك سكوتر خديه برضو الأطفال يلعبوا في الجنينة زي ما انتم شايفين كده. وقعدنا قعدتنا وأكلنا كده الأكل بتاعنا، وطبعا حبة تسالي، حبة حمص، حبة ترمس معاكي فشار، كل حاجة خديها لأن اليوم بيطول معاكي، ما بتبقيش عايزة تطلعي من المنتزه خالص. زي ما انتم شايفين ادي البحيرة بعد ما قعدنا وخلصنا القعدة بتاعتنا. حبيت ان انا افرجكم كده على البحيرة اللي انا قلت لكم عليها. ولو انت من محب ان انت تصطادي سمك كده زي الناس اللي كانت موجودة، ممكن تجيبي الصنارة بتاعتك وتصطادي، او الاطفال ان هم يكتفوا ان هم يرموا اكل كده للسمك او يرموا اكل للبط والوز اللي موجود هناك. وطبعا هي بحيرة كبيرة قوي، فأنا حبيت إن أنا أصورها لكم من الجنب التاني. طبعا تتمشي حوالين البحيرة، هي زي ما انتم شايفين من الجنب ده ومن الجنب التاني طويلة جدا. طبعا ما كانتش موجودة السنة اللي عدت، ودي أول سنة نشوفها. وطبعا الأطفال فرحوا بالبط وفرحوا بالوز اللي موجود هناك زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ده البيت البني ده اللي انتم شايفينه، ده بيت خشبي اللي عنده لمبة لو ظاهر بالفيديو. البيت ده كان عبارة عن بيت للبط والوز، كان ينزل البط كده من البيت يعوم شوية، ولو يصطاد سمكة من البحر ياكلها كده. الصراحة شكلهم خطير وهما بيصطادوا سمكة كده ببقهم وياكلوها، كان الأطفال مستمتعين. بس مش عارفة الكاميرا موضحة لكم ولا لأ. ادي كده عند البيت الخشبي ده البيت بتاعهم، عاملينه لهم مخصوص بحيث ان طبعا البط بيرجع ينام جوه البيت ده لوحده كده. فادي قربت لكم الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفوا البيت، وادي جنبه الوز اهو. وفي برضو بط هنا اهو زي ما انتم شايفين كده بيصطاد السمك وبياكل وبيعوم. فطبعا لو الاطفال من محبي الحاجات ومحبي الحيوانات، طبعا احنا قبل كده صورنا لكم الحديقة بتاعه الحيوانات بتاعه اسكندرية، الاطفال كانوا مبسوطين فيها قوي، وانت الاطفال هيتبسطوا بحبة البط اللي موجودين في البحيرة، ويبقى تغيير جو زي ما انتم شايفين. وهنا كانت القطة دي حبيت اصورها لكم في الفيديو كده، اصطادت سمكة. طبعا المنطقة دي قريب منها السمك، فالقطة طلعت بسمكة كده حبيت اصورها لكم، مش عارفة ظاهرة من الضلمة ولا لأ. واحنا خلاص كده قعدنا قعدتنا وقعدنا شوية كده على البحيرة واتفرجنا على السمك والبط ومروحين. فحبيت اصوره لكم كده من الجنب التاني واحنا خارجين. ولو حد فاكر فيلم عبد الحليم حافظ، احنا هصور لكم المكان اتصور فيه. طبعا المنتزه صور فيه افلام كتيرة، فده كان متصور هنا فيلم الخطايا على ما اتذكر، يعني لو واخدين بالكم من الصورة. وانا في باركنج لو انت حابة تركين العربية او اي حاجة، او حد رايح بعربية يركنها. وكان في عجل زي ما اتفقنا وسكوتر وموتوسيكلات للي حابب يأجر، وفي ملاهي كده بسيطة هناك لو حابة تقضي اليوم. ولو انت استفدتي اي حاجة، ده الفيديو كده بتاعنا خلص. ولو استفدتي بأي حاجة او عجبك الفيديو، يلا كده ما تنسناش باشتراك ولايك. خدي فكرة واطبخي بكرة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.